نيكول سابا تشعل أجواء حفلة غنائية بأحد الأندية الرياضية. نيكول سابا شاركت النجمة اللبنانية نيكول سابا جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صور من حفلة غنائية الذي أحيتها بأحد الأندية الرياضية المصرية. وأطلت نيكول سابا على جمهورها بفستان قصير أبرز رشاقتها مع بوت طويل، وتركت شعرها المموج منسوبا على كتفيها، وحصدت إطلالتها إعجاب متابعيها. ويذكر أن نيكول سابا أحيت مؤخرا حفلة غنائية على مسرح الروماني في مارينا بالساحل الشمالي. وكان المسرح الروماني في مارينا شهد احتفالية ضخمة ضمت ألوان موسيقى مختلف، وضم 6 فقرات مختلفة لنجوم الغناء، ومنهم فريق وما، حمادة هلال، نيكول سابا، وهيثم شكري، ورؤي محمد عدوية. وطرحت نيكول سابا أحدث كليب الغنائي خد هنا، كلمات أحمد جابر ولحن علي الخواجة وتوزيع أمين نبيل، وهندسة صوتية ماهر صلاح، وإنتاج وليد منصور. وتعد الأغنية أول أغنية ألبوم نيكول سابا الجديدة دوشة، الذي تعاون فيها مع المنتج وليد منصور. وتشارك نيكول سابا مشاركتها في موسم رمضان 2025 بمسلسل وتقابل حبيبي. قدمت نيكول سابا شخصية رقية العسقري، سيدة أعمال التي تتزوج من يوسف أبو العزم وخالد سليم، وتتسبب في الطلاق من زوجته الأولى ليلى ياسمين عبد العزيز، وتتحكم في الأسرة بالكامل. مسلسل وتقابل حبيبي من بطولة ياسمين عبد العزيز، نيكول سابا، وخالد سليم، وكريم فهمي، وألوشكا، وصلاح عبد الله، وبسنت شوقي، ومحمود ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد خبير، وإنتاج شركة سينرجي.